هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 9 من يونيو. كما عودناكم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، وبعد نشرة الأخبار وضمن تغطيتنا للذكرى 30 لاستغلال إريتريا وتناول المحاور المختلفة للحياة بعد التحرير، يلتقي الزميل أحمد شريف مع الأستاذ جمال عثمان حمد رئيس ومحرر موقع دوليس الإخباري، ويتناول معه شؤون الإعلام في مرحلة ما بعد التحرير. قبل ذلك مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. وزارة الهجرة الدنماركية تتفاوض لإرجاع مهاجرين إلى بلدانهم. السودان يجدد رفضه للملء الأحادي الجانب لبحيرة سد النهضة. العقيد أسيمي غويتا ينصب نفسه رئيسا لمالي. كانت مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرينا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. ذكر موقع فرنسا 24 بأن وزير شؤون الهجرة الدنماركي ماتياس تسفاي، وهو دنماركي من أصل إثيوبي، يجري مباحثات مع ممثلين من إريتريا وإثيوبيا ومصر وسوريا والسودان بشأن إعادة لاجئين من هذه الدول من الدنمارك إلى بلدانهم. وقال الموقع بأن هذه المفاوضات تأتي على خلفية قرار اتخذته الدنمارك بخصوص إرجاع مهاجرين لم يتم قبولهم ومنحهم اللجوء إلى بلدانهم. وأشار الموقع بأن الوزير أجرى محادثات مع مسؤولين في رواندا بخصوص إعادة لاجئين إلى معسكر غاشوري، والذي خصصته رواندا للمرحلين من إسرائيل لحين توطينهم في بلد ثالث، حيث تنوي الحكومة الدنماركية إرسال مجموعة من اللاجئين الأفارقة إليه. وتتعرض الدنمارك إلى انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان المهتمة بحقوق اللاجئين بسبب تشددها في منح اللجوء للمهاجرين. ذكرت وكالة السودان للأنباء بأن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك ترأس في بداية الأسبوع الجاري اجتماع اللجنة العليا لسد النهضة برئاسة مجلس الوزراء، وذلك بحضور وزير الخارجية والري ومدير عام جهاز المخابرات العامة وأعضاء اللجنة الفنية. واستمع الاجتماع لتقرير من وزيرة الخارجية الدكتور مريم الصادق المهدي حول نتائج جولتها الأخيرة لعدد من دول غرب أفريقيا. وقدم وزير الري والموارد المائية البروفيسور ياسر عباس تقريرا ضافيا حول أنشطة وأعمال فريق التفاوض واللجنة الفنية والسياسية والإعلامية المساندة. وشدد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع على رفض السودان للملء الأحادي الجانب لبحيرة سد النهضة دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم، مشيرا للتهديد المباشر الذي يشكله الملء الأحادي لسد النهضة على تشغيل سد الروسيرس وعلى مشروعات الري ومنظومة توليد الطاقة والمواطنين على ضفتي النيل الأزرق. وأمن الاجتماع على خطط وبرامج فريق التفاوض ووزارتي الخارجية والري على استخدام كل الوسائل القانونية أمام مختلف الهيئات القانونية والعدلية والإقليمية والدولية للدفاع عن مصالح السودان المشروعة وأمنه القومي وقدرته على تخطيط وتنظيم استخدام موارده المائية لمصلحة شعبه. وجدد الاجتماع تمسك السودان وإيمانه بمبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل، مستهديا بالتجارب الأفريقية المماثلة في إدارة نهر النيجر والسنغال وغيرها من التجارب الأفريقية في إدارة موارد المياه العابرة للحدود. وقررت اللجنة العليا لسد النهضة عقد الاجتماع القادم لها بخزان الروسيرس خلال الفترة القادمة. نصب العقيد أسيمي غويتا نفسه رئيسا انتقاليا لجمهورية مالي صباح الاثنين الماضي رغم تعليق عضوية مالي في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وفي الاتحاد الأفريقي، وتعليق فرنسا لتعاونها العسكري مع الجيش المالي.
ويأتي تنصيب جويتا بعد أسبوعين من الإطاحة بالحكومة المشرفة على المرحلة الانتقالية. وأكد جويتا التزامه بإجراء الانتخابات الرئاسية في الموعد المقرر لها العام المقبل، ويواجه جويتا ضغوطا دولية متزايدة لتسليم السلطة إلى إدارة مدنية في مالي. بهذا الخبر من مالي مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. هذه إذاعة إرنا. وزارة الهجرة الدنماركية تتفاوض لإرجاع مهاجرين إلى بلدانهم من ضمنهم مهاجرين إريتريين. السودان يجدد رفضه للملء الأحادي الجانب لبحيرة السد. والعقيد أسيمي جويتا ينصب نفسه رئيسا لمالي. سمعتم فيما مضى مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام إلى نشرة للأخبار قدمتها لكم من إذاعة إرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. عزيزي المستمع وعزيزي المستمعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في إذاعة إرينا الدولية من باريس، وهذه حلقة في برنامج متابعات. ولا نزال آنساتي سيداتي سادتي مع التقييم وتقييم وتأمل فكر الاستقلال والتحرير في النسخة 30. معنا في هذا اللقاء أستاذنا وحبيبنا الأخ جمال عثمان همد، محرر موقع عدوليس. أستاذ جمال، مرحبا بك في إذاعتك إذاعة إرينا الدولية. هذه إذاعة إرينا. مرحبا بك زميلي وصديقي أحمد شريف، ومرحبا بمستمعي إذاعة إرينا وزملائي هناك ومستمعيها في كل مكان. مرحبا بك أخ جمال. أخ جمال، طبعا لقانا معك في ذكرى الاستقلال والتحرير اللي كان في بحر هذا الشهر، وباعتبارك إعلامي ومتابع للمشهد السياسي منذ فترة طويلة جدا جدا. أخ جمال، وإن كان حديثنا سيتركز في جانب الشيء الحرم منه هذا الشعب، وهو حق الحرية والتعبير، تعبير حرية الرأي وإبداء وجهات النظر في كل شيء يعني الوطن، ولكن كده استصحب لنا التاريخ أخ جمال، وأنت طبعا متابع للمشهد الإريتري بشكل عام. تفتكر أنه الحقل الإعلامي دفع الثمن الأكثر من بقية الحقول الوطنية إذا قسمنا الوطن هذا المسلوب والمفترى عليه من قبل الزمرة الحاكمة؟ كان نصيب الإعلام وحرية الرأي الظلم الأكبر، أما المسألة فيها هنا وهناك؟ تفضل أخ جمال. نعم، خلينا نبدأ ونقول من المفارقات إنه أنا وإنت نلتقي في هذه المدينة البعيدة من بلادنا بآلاف الكيلومترات، اللي كان نحن ما نتصور إنه حنلتقي فيها، ونحن بدينا مع عدد من الزملاء في إذاعة صوت الجماهير الإريترية بعد التحرير مباشرة. وهذه هي المفارقة، أن نلتقي ونحن بعيد عن وطننا، ونحن دفعنا دفعا لخارج حدود بلادنا، ونحن محرومون من أن نقول قولنا وفعلا داخل إريتريا كصحفيين وكإعلاميين. يعني هذه مفارقة. نعم. طبعا بالنسبة للإعلام هو أكثر القطاعات طبعا ظلما، وأكثر الفئات التي تتعرض، أو هي واحدة من الفئات، خلينا نقول بشكل أدق، من الفئات الإريترية في الحكومة الإريترية التي تعرضت لظلم مباشر من تهجير زملائنا. والآن لو استعرضنا أنا وإنت الزملاء والزميلات اللي كانوا يعني سنة من 92 خلينا نقول، أو 91 لحد يعني بشكل أدق مثلا لغاية 2000،
بنلقى إنه عدد كبير منهم الآن موجودين خارج إريتريا في المنافي ودول ومدن الشتات، والبعض منهم قاعد وكأنه يعني غريب عن وطنه، لا يستطيع فعل الشيء سوى أداء يعني ما يتطلب منه من نشرات أخبار أو من قراءة تقارير يعني. فهذه هي مفارقة ومفارقة كبيرة جدا. وبالتأكيد يعني الإعلام هو عنوان، أو حرية الصحافة وحرية التعبير هو عنوان للديمقراطية في أي بلد. فتش عن حرية الصحافة، فتش عن حرية الرأي في كل بلد، تعطيك الإجابة، تعطيك العنوان الرئيسي لماهية هذا البلد والسياسة القائمة عليه. نعم حقيقة نعم. وهناك زميلي جمال المغيبون في غياهب سجون هذه الطغمة من زملائنا الإعلاميين ما في شك يعني، ونحييهم ونحيي صمودهم إن شاء الله. أخ جمال، من المفارقات الغريبة طبعا زي ما ذكرت وتأتي في هذا السياق إنه إريتريا اللي كانت فيها شكل من أشكال ممارسة حرية التعبير، بالذات في الفترة ما بعد الفترة بتاعت هزيمة الطليان، الفترة بتاعت حكم الإدارة البريطانية والتدخلات الإثيوبية، إريتريا أعتقد كانت شهدت فترة، ويعني فترة زاهية في حرية التعبير بالقدر الذي كان، يعني صحف عديدة، مجلات، وحتى لو ما لم تكن إذاعات وكذا لأنه الوقت ذاك لسه، لكن في الشيء المقروء كانت كمية من الحرية. ومن المفارقة إنه الطغمة الحاكمة بتشوف إنه هذه المسألة، مسألة الحرية، حرية الرأي والتعبير، يعني حتى لا تنسجم مع تاريخ هذا الشعب وكذا، لتمرير أجندتهم الخفية والعلنية. فماذا أنت قائل أخ جمال في هذه المفارقة؟ بالتأكيد يعني الفترة بتاع الإدارة البريطانية رغم أنه هي إدارة استعمارية، لكن الحريات العامة كانت موجودة، كانت الأحزاب موجودة، البرلمان موجود، الصحافة موجودة، الصحافة بكل أنواعها حتى الصحافة المتخصصة منها. فقد صدرت مثلا في إريتريا صحيفة اسمها المنار على ما أذكر. هذه الصحيفة كانت متخصصة في الأدب، يعني الأدب العربي الإريتري وغير الإريتري المكتوب باللغة العربية يعني. وهذا يعني إنه يعني الصحف تعددت وتخصصاتها أيضا تعددت. ما يقوله النظام ويردده هو طبعا أصلا لتبرير الحالة الغير طبيعية الموجودة في بلادنا. وكما أشرت إنه يعني إريتريا وحسب التصنيفات بالتقارير الدولية هي البلد الأكثر قمعا وأكثر يعني اضطهادا للصحفيين، وليس أدل على ذلك أن يكون هناك أكثر من 20 صحفي وصحفية موجودين وين ما معروف، حكم وين ما معروف، لم يزورهم أحد من ذويهم ولا من أهاليهم. وهذه عنوان يعني يشير صراحة لمدى القمع والقبضة الحديدية التي يمارسها النظام ضد شعبنا في الداخل، والتي تمتد أحيانا لبعض دول الجوار. نعم أخ جمال، هذه الممارسة للنظام القمعي في إريتريا لكبت الحريات، تفتكر هي جاية مقطوعة عن التاريخ، تاريخ الصحافة، تاريخ حرية التعبير في إريتريا استصحابا بفترة الكفاح المسلح؟ هل هي مقطوعة ولا هي موصولة بشكل أو آخر؟ ده سؤال جيد جدا وسؤال مهم، لأنه البعض يقرأ الأشياء مجزأة ويقرأ الأحداث مجزأة عن بعضها البعض لكي يصل لنتائج، وبالتأكيد هذه النتائج خاطئة. هذا التنظيم موضوع الحريات وقمعها وموضوع منع الرأي داخله لم يبدأ جديدا، بل هو رافق تجربته بشكل كامل. هذا التنظيم ممنوع كان داخله، داخل الاجتماعات أنت تقول رأي محدد، إذا قلت رأي محدد فأنت تغيب وراء الشمس. حتى الأسئلة اللي كانت تسأل في الاجتماعات العامة للكادر أو للمقاتلين والآخرين لازم يكون السؤال محدد وواضح وبعيد عن التأويل، لكي لا يعني المقاتل ولا الكادر يعني يختار كلماته بدقة حتى لا يؤول كلامه. كان تنظيم مركزي صارم عسكريا وأمنيا، وهو تنظيم بوليسي بالأساس، وبالتالي ممنوع حرية الرأي.
الحاجة الوحيدة اللي عنده يعني حرية للحديث حولها المقاتل ولا الجندي ولا الكادر هو عندما يفعل شيئا، يعني كسر كوباية في الاجتماع العام يقول أنا كسرت كوباية وأنتقد ذاتي، وما هذا ما سمي بنقفيتا رأس نقفيتا والنقد والنقد الذاتي. عدا ذلك فالباقي كله ممنوع. يعني كان ممنوع أيضا أنه تسأل من لا يعنيك، أنت فقط تسأل من داخل وعن شغلك فقط، أما ما يجري حواليك فممنوع السؤال عنه. إذا كثرت الأسئلة ويعتبروك يعني مارق وخارج عن القانون، وبالتالي تتم محاسبتك بأشكال مختلفة جدا. هذا التنظيم حرية الرأي، الإعلام في مكان مركزي بالتأكيد، وبالتالي كان موضوع حرية الرأي كان يعتبر طرف برجوازي، والشغل بتاع برجوازية صغيرة وإلى آخره. وكانوا الغريبة يعيرون الجبهة بالكلام ده، انه الجبهه في اجتماعات الكادر، اجتماعات الجماهيريه، يتم النقد والتقييم ويعني فضح بعض الممارسات الى اخره. فهذا كان يعتبر يعني شكل من اشكال الفلسفه الفارقه والفوضى داخل هذا التنظيم، لانه ما يراعي المركزيه وما يراعي المركزيه الديمقراطيه. وده الفرق يعني بين التجربتين. على كل حال ما دار أقارن أنا، لكن هذا الأمر ليس جديدا ولم يأتي مع الحكومة الإريترية المؤقتة، بل هو موضوع ضارب في القدم، وموضوع من صلب السياسة التنظيمية العسكرية الأمنية الصارمة لهذا التنظيم. وقد لاحظنا ذلك أثناء عملنا في الإذاعة، وأنت أيضا لاحظت والآخرين لاحظوا أنه موضوع حرية يعني حتى البرنامج اللي أنت هتقدمه إذا قدمت دفوعات عنه بشكل كده ملفت يعتبروا الموضوع كده فيه شكوك، وبالتالي يتم إيقاف هذا البرنامج. عموما هذا الموضوع جديدا وسيستمر طوال يعني استمرار هذه السياسة القمعية الصارمة في التنظيم. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. لازلتم مع إذاعة إيرينا الدولية في باريس، وهذه حلقة في برنامج متابعات، ومعنا الأستاذ العزيز جمال عثمان همد محرر موقع عدوليس يتحدث إليكم من أستراليا في تأملات للمشهد الاحتفائي والمشهد التقييمي لذكرى الاستقلال في السنة 30. أخ جمال، إذا كان فعل الثورة كان مغطى بثوب الفعل الثوري، الأمر والعسكرية وما إلى ذلك، لكن أي ممارسة بعد 91 تعتبر هي مكشوفة ومفضوحة ومتعرية، لا يمكن سترانها بأي شكل من الأشكال. وقد أشرت في معرض إجابتك في الأخيرة أنه كانت الممارسات هذه والكبت والقمع مستمر، ولأنه بعد 91 المسائل بقت مكشوفة حتى لو هي معزولة في عقلية أولئك تلك الزمرة. كذا دينا مشاهد أخ جمال، سواء كان من الإذاعة أو الصحافة المكتوبة أو التلفزيون، من خلال مشاهدتك أرض الواقع، نؤكد من خلاله ليس لجرم لم يكن موجودا، هو موجود لكن فقط للتذكير. يعني فمن الممارسات القمعية ما لها أي علاقة بالعمل الإعلامي، فقط هي تعبر عن هيمنة وجبروت وما إلى ذلك. ادينا كده شواهد أخ جمال. يعني ما أعتقد هناك صعوبة سواء كان للمستمع أو للمستمع هذا الحوار أو لمتابع أوضاع إريتريا أن يجد مثل هذه الشواهد. فأمامه فقط جريدة إريتريا الحديثة، يجد أن هذه الجريدة لا علاقة لها بأي شكل من أشكال يعني حرية الرأي والتعبير. هي عبارة عن كلمة تكتبها جهة سياسية، وبعد ذلك تقارير حكومية وأخبار. هذه الأخبار أحيانا لا علاقة لها بإريتريا ولا بالمحيط، في الوقت اللي يكون جرت أحداث كبيرة داخل إريتريا أو في علاقة إريتريا مع جيرانها سواء كانت إثيوبيا أو جيبوتي أو السودان أو غيره لا ترد في هذه الجريدة. يتحدثون عن أحداث بعيدة جدا في أمريكا اللاتينية وغيرها، ثم يملؤون باقية الصفحات بالمنوعات والأشياء اللي ما تهم المواطن
على الأقل يعني مش هي لأنه ما مهمة، لكن على الأقل ما تهم المواطن الإريتري. بعد كده تجد تقارير حكومية أو حوار مصنوع، يعني حوار مع مسؤول، حوار مصنوع من السطر الأول تكتشف أنه هذا الحوار هو حوار تعبوي دعائي لوزارة الزراعة أو وزارة الصحة أو إلى آخره، يعني من الجملة الأولى التي يعني يقولها الصحفي، وهذا الصحفي مغلوب على أمره. أنا لا أدينه، بالعكس، يعني هذا الصحفي هو يعمل في ظروف في غاية الدقة وغاية البؤس، ولكنه يعني لا زال جالسا بين أهله في السودان. أنا في إريتريا أنا أتحدث فقط عن نوع المادة، وهذه المادة هو مجبر عليها، وأحيانا قد تتم صناعتها في مكان ما ثم يتم فبركتها خلال اسم ما أو يعني جهة ما. فالعنوان الرئيسي لهذه المشاهد يمكن أن تكون صحيفة إريتريا الحديثة، وقس على ذلك التلفزيون الإريتري الفارق المحتوى والفارق المضمون، والذي يعتمد على نشر ثقافة المهرجانات الفاضية تماما، هذه الثقافة التي تذكرنا بثقافة الدول الاشتراكية في السبعينات والستينات القرن الماضي، يعني الدعاية والتعبئة وغيرها. يعني عدا ذلك أعتقد ما في شيء محدد يمكن الحديث عنه في هذا المجال، فقط من يشاهد التلفزيون الفضائية الإريترية أو من يقرأ الجريدة وهي متاحة أو من يستمع لإذاعة صوت الجماهير. ومن الاسم من إذاعة صوت الجماهير، هذا الاسم مضلل نفسه، يعني إيه يعني صوت الجماهير وطريق الشعب وطريق الحرية، وده كل أسماء مضللة لمحتويات قمعية تتم يعني تحتها لجماهير الشعب الإريتري أو حرية الصحافة أو حرية الرأي. دعنا من كل ذلك أنه الإنسان، حتى الإنسان البسيط فيما يخص شأنه العام في الحي أو في القرية أو في البلدة، لا يستطيع الحديث عن شأنه العام، سواء كان طريق أو بناء بيته أو يعني سلعة ما أو دواء ما أو إلى آخره. وهذا طبعا يتناقض تماما مع حرية الصحافة، مع حرية التعبير، حرية الرأي، والفقرة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي يعني. نعم. أستاذ جمال، تفتكر يعني هذه السياسة تحولت إلى ثقافة وعادات وتقاليد، يعني كأنه بقت سمة من سمات هذا النظام، ثم انتقلت والناس على دين ملوكهم إذا صحت العبارة، تحولت حتى إلى سيطرة ورقابة وكبت ذاتي عند الممارسين للعمل الإعلامي بشكل أو آخر، سواء كانوا مقهورين أو طوعا أو كرها. تفتكر أستاذ جمال يعني كمتأمل للمشهد الإعلامي خارج منظومة المجموعة المسيطرة، هل انتقلت هذه الثقافة وهذا السلوك خارج الحدود، وبالتالي وأمامنا كم هائل من الإعلاميين الذين لا يتحدثون، وكم هائل يعملون ولكنهم لا يحدثون تلك التوعية المطلوبة؟ فما بعرف يعني لمن يقول إنه انتقلت تلك الثقافة خارج الحدود، إذا صحت العبارة انتقلت، وإذا حقيقة انتقلت لماذا؟ وإذا لم يكن عايزين نشوف رأيك. أولا خلينا نقول إنه هذا النظام ليس وحده في يعني في ممارسة الرقابة وفي منع تداول الأخبار وفي منع تداول التحليل والتقرير الأخباري. فالمعارضة نفسها عندها نفس الإشكال، لكن بأشكال مختلفة وأكثر وأقل، ويعني أكثر وأقل. هي نفسها تتضايق من الخبر، تتضايق من التقرير، تتضايق من مقال الرأي، وتشن حملة ضده، وإذا كان يمكن تملك أدوات أخرى كان يمكن استعمالها يعني. وهي ثقافة عامة وموروثة من مرحلة التحرر الوطني الإريترية، اللي هي كان الإعلام مركزي والرأي مركزي، ولا يعلو صوت فوق صوت التنظيم وصوت المعركة. بالنسبة للذين خرجوا أو للذين يتحدثون عن أنهم إعلاميين ولا يفعلون شيئا، فهؤلاء أعتقد ما يعني ليسوا، لا علاقة لهم بالإعلام،
أو خلينا يعني ماذا استخدم لا أدري، لكن خلينا نقول إنه هم واقعين تحت ضغط ما. هذا الضغط ربما لا يستطيعون أن يقابلوه الآن في هذه الفترة. حتى في الخارج؟ حتى في الخارج أحيانا البعض يقع في بضغط ما، ضغط أسري، ضغط غيره. هذا لا يعني تبرير لهم، هم قادرين على التبرير لأنفسهم، ولكن ربما أنا أقول هم تحت هذا الضغط. لكن في بعض آخر إنه تخلى عن الموضوع بتاع الإعلام وحرية الرأي والتنوير وممارسة دور يعني، وسلك سلوك آخر. عموما هذه السياسة أنا أتفق معك في شيء ما، إنه هذه السياسة اللي مورست من الميدان وحتى الآن أصبحت سلوك يومي للعضو العام للجبهة الشعبية، وتنتقل مع هذا السلوك العام، ينتقل معه حيث ما شاء، وبالتالي لسه الموانع لا زالت في ذهنه والرقيب في ذهنه، حتى وإن هو يعني موجود في الخارج أو غيره يعني. جميل جدا. نحن قربنا أستاذ جمال لختام هذا اللقاء، وأنا بشوفه هو لقاء هام جدا جدا من خلال ما يطرح من حضرتك في هذا الحوار، وأنا ما أسميه مقابلة، هو حوار حديث لحديث يعني. أخ جمال، ما في شك أنك أنت تابعت الاحتفائية للنظام إعلاميا على الأقل في من الداخل يعني، سواء كان إذاعة، تلفزيون وصحافة. ما أكثر ما لفت انتباهك في هذه الذكرى 30، وخاصة وأنها تأتي في ظروف ومنعطف خطير جدا جدا، ويمثل يعني مرحلة حرجة بالنسبة لصيرورة التاريخ من 91 وحتى تاريخه. فما أكثر ما استوقفك أخ جمال في الاحتفاء الإعلامي، بروباغندا ولا غيره زي ما تابعنا كلنا، إلى ذلك الخطاب المعروف المكرر؟ نعم، المكرر. لا أخفيك سرا أنه مثل هذه الاحتفالات أنا تذكرني ب الأحزاب الاشتراكية القمعية التي كانت تسود في رومانيا وفي يوغوسلافيا وفي ألمانيا الشرقية وكذا، اللي هي الاحتفال والبهرجة واللغة المجنحة الفارغة وإلى آخره، لإخفاء حقيقة الدور القمعي للحزب. الدور للحزب، أنا أقصد الحزب تحديدا، الحزب وأجهزته الأمنية. ما لفت نظري أو لفتني إليه أحد الأصدقاء أنه الرئيس بعد ما ألقى كلمته لم تنتقل الكاميرا نهائيا إلى المنصة، ما يعني أنه الرجل قد غادر المنصة. وهذا طبعا يعني يمكن تفسيره عدة تفسيرات، أنه هو أصلا أول الرجل غير طبيعي، ويتصرف تصرفات غير طبيعية، ويتصرف تصرفات خارج البروتوكول دائما، سواء كان في بلده وغير بلده. فشيء ما المهم أو يعني شيء ما دعاه للخروج بهذا الشكل من المهرجان، ربما لدعاوي أيضا لأسباب أمنية لا أدري. هذا هي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، الملاحظة الثالثة هو يعني احتفال أجوف كما يفعلون دائما، الحديث حول وياني، والحديث حول الخطر الخارجي، والحديث حول استهداف إريتريا من الولايات المتحدة الأمريكية ووياني تيغراي وإلى آخره، يعني نفس الحديث المكرر الذي يعرفه الشعب الإريتري. بعد ذلك طبعا القائمون على مثل هذه الاحتفالات لازم يستخدموا كم هائل من اللغة الفارقة الجوفاء لتغطية ذلك ولإظهار أنفسهم وإظهار يعني البهجة كما يدعون بقوسين التي تعم الشعب الإريتري، ولكن الحال يقول عكس ذلك طبعا. الحال يقول أنه في أكثر من 20 صحفي في السجون، أكثر من 10,000 معتقل، أكثر من يعني 50-60 مناضل من الرعيل الأول وصولا إلى
مناضلين الجيل الثالث من الثورة الإريترية موجودين في السجون. أيضا الصورة بتقول أنه بعض هؤلاء المغيبين وصلوا من العمر 8 عقود، وهذه مسألة مأساوية، وهم من رواد الكفاح المسلح، من رواد النضال الإريتري. هذه الصورة الحقيقية. أما ما نقله التلفزيون وبلغته الجوفاء وألوانه الباهتة فلا يعني ولا يلفت النظر. نعم. نعم، هي تأمل في مكانه أخ جمال. ما في شك أنه الكاميرا لم تسلط على الفرعون وزبانيته كثير، كانت مسلطة على الجماهير التي مأمورة أنه هي تلوح وتعمل. لكن برضو للأمانة أنه شوهد الرجل في نهاية الحفل، شوهد ربما يكون عاد، شوهد أنه دخل للأستاذ ورقص والناس حواليه كده يعني خايفين عليه حتى من الصوت وكده بتاع، ودفع دفعا بالطريقة المعروفة دي وبتاع، فهو عاد. هذه كملاحظة. ولكن ربما يكون خرج في النص، لكنه شوهد راقصا يعني. ولذا أنا قلت الرجل غير طبيعي، بيتصرف تصرفات غير طبيعية، وإلا ما فيش. معروف إنه دائما في مثل هذه الاحتفالات الكاميرا تتنقل من مكان لمكان ثم تعود إلى المنصة، وغالبا ما تعود أكثر إلى المنصة. وهذا ما كان، هذا الشيء المعهود عند كان بيجيبوا يركزوا عليه كثير، ما في شك. أخ جمال، في ختام هذا اللقاء أو هذا الحوار والدردشة الاستغلالية، ما في شك أنه أنت كرجل إعلامي عندما حددنا الوقت والموعد، وأشكرك أنك أنت استجبت للحديث، أكيد كرجل إعلامي عندك كلام دار تقول يعني، وربما نحن الحوار أخذنا فيما رأيته، أنا ظنيت أنه هو مهم بالنسبة للمستمع، وأحسب ذلك أنه مهم في التقييم. فهل في جعبتك شيء دار توصله إلى المستمع لإذاعة إرينا الدولية من خلال باعتبارك رجل إعلامي ومتابع للموقف السياسي سواء كان داخل خارجي وما بين هذه المساحتين يعني؟ أوجه الرسالة الأولى لزملائي في إذاعة إرنا الذين يبذلون هذا الجهد، وهذه يعني في هذه الإذاعة المسموعة في الداخل بشكل كويس. هذه الإذاعة التي يعني أصبحت صوت مهم جدا للإعلام الإريتري، للصحفي الإريتري المستقل. وده ليس شهادة مني، لأنه أنا لست من الذين يمنحون الشهادات، ولكن شهادات أعطيت لهذه شهادات جدارة أعطيت لهذه الإذاعة. فأحيي زملائي الموجودين هناك، ومن خلالهم أحيي كل الصحفيين الإريتريين المستقلين المتواجدين في كل مكان. نحن كصحفيين وإعلاميين على عاتقنا مسؤولية كبيرة، هي الدفاع وتحريك الملف الخاص بالمعتقلين والمغيبين الصحفيين الإريتريين، وتحريكه بطريقة يجب أن تكون تستحق يعني هؤلاء الذين يعني بذلوا جهدهم وأقلامهم للدفاع عن الديمقراطية وحرية الرأي في إريتريا، ودفعوا ويدفعون ثمن ذلك. يعني هذا الملف يحتاج لتحريك أكبر، وده يقع على عاتق الصحفيين بالدرجة الأولى، وعلى عاتق المجتمع الإريتري بشكل خاص. رسالة أخرى أيضا نوجهها لمناضلي الثورة الإريترية في كل مكان، إنه يعني الجيل اللي اتولد في الثورة، اللي اتولد عفوا في عصر الدولة الوطنية، هو الذي يناضل ويكافح وينافح الآن في كل مكان، ليس بالطريقة التي ترضيهم، ولكن ما يستطيع أو يعني هو قاعد يبذل جهده على كل حال. فلذلك لا تيأسوا، المسيرة يعني مستمرة، وعاجلا أو آجلا سوف يسقط هذا النظام بالتأكيد. شكرا لك أستاذنا جمال عثمان محمد، المحرر ومحرر موقع دوليس الإعلامي. أنا أشكرك باسم كل المستمعين في إذاعة إرينا الدولية، وإن شاء الله ما آخر لقاء، نلتقيك في برامج قادمة إن شاء الله. ولا يسعني سيداتي سادتي إلا أن أشكركم
على حسن الإصغاء والمتابعة. وإذا كان لديكم فيما طرح من آراء وأفكار يمكنكم مراسلة إذاعة إرنا الدولية من باريس في العنوان المذكور. تحياتي محدثكم أحمد شريف برفقة الزميل الأستاذ فتحي عثمان وبنيام سمعون وفريق العمل في إذاعة إرنا الدولية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا. قبل ختام فقرات برنامجنا أقدم لكم موجزا سريعا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وزارة الهجرة الدنماركية تتفاوض لإرجاع مهاجرين إلى بلدانهم. ذكر موقع فرنسا 24 بأن وزير شؤون الهجرة الدنماركي ماتياس تسفاي، وهو دنماركي من أصل إثيوبي، يجري مباحثات مع ممثلين من إريتريا وإثيوبيا ومصر وسوريا والسودان بشأن إعادة لاجئين من هذه الدول من الدنمارك إلى بلدانهم. السودان يجدد رفضه للملء الأحادي لبحيرة سد النهضة. ذكرت وكالة السودان للأنباء بأن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك ترأس في بداية الأسبوع الجاري اجتماع اللجنة العليا لسد النهضة برئاسة مجلس الوزراء، وذلك بحضور وزير الخارجية والري ومدير عام جهاز المخابرات وأعضاء اللجنة الفنية. وشدد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع على رفض السودان للملء الأحادي الجانب لسد النهضة دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم، مشيرا للتهديد المباشر الذي يشكله الملء الأحادي لسد النهضة على تشغيل سد الروسيرس وعلى مشروعات الري ومنظومات توليد الطاقة والمواطنين على ضفتي النيل الأزرق. العقيد أسيمي غويتا ينصب نفسه رئيسا لمالي. نصب العقيد أسيمي غويتا نفسه رئيسا انتقاليا لجمهورية مالي صباح الاثنين الماضي رغم تعليق عضوية مالي في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وفي الاتحاد الأفريقي، وتعليق فرنسا لتعاونها العسكري مع الجيش المالي. كان هذا مستمعات الكريمات مستمعي الكرام موجزا سريعا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. قبل الختام مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabic@gmail.com. حتى الملتقى بكم مجددا مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام في برامج أخرى لإذاعة إرنا. تقبلوا تحيات زميلي أحمد شريف، وتقبلوا تحيات محدثكم فتحي عثمان، وتقبلوا كذلك تحيات زملائي في الاستوديوهات الرئيسية للإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرنا.